من حوالي 3 سنين كلمني أعز أصدقائي، لكن كلمني في ميعاد مش متعود يتصل عليا فيه. وأول ما رديت لقيته بيزعقلي، بيقولي أنت لسه نايم؟ قلت له أيوة طبعا نايم، خير؟ قال لي طيب قوم بسرعة أنا هطلق مراتي. قلت له أنت مجنون؟ وبعدين هو في حد يطلق الساعة 6 الصبح؟ قال لي يا عم مش وقت تهريج، أنا في الشارع، البس وانزل لي. قلت له طيب اديني ساعة واهدى كده واشتري أي حاجة علشان نفطر بيها عقبال ما انزلك. المهم نزلنا وقعدنا مع بعض في مكان هادي. قلت له احكي لي بقى في ايه؟ قعد يقول لي الهانم مهملة جدا فيا وشغلها واخد كل وقتها، ده غير الزعيق والنكد والعصبية والخناق على أي حاجة تافهة. كل مهمتي في البيت مش عارف خد ارمي دي وانت نازل وهات لي كذا وانت راجع. حياة مملة وروتينية بشكل فظيع. طبعا ده غير التلقيح، أختي جوزها جاب لها كذا وصاحبتي جوزها فسحها في المكان الفلاني. أنا تعبت يا محمد. قلت له طب اهدى كده وصلى على النبي، كلنا هذا الرجل يا صديقي لكن بنسب مختلفة. لكن قل لي صحيح، انت قلت لي انها عملت وسوت، انت بقى ملاك ما بتعملش حاجة؟ انا متأكد لو رحت وسألتها هتقول لي كلام قد كده، انت صاحبي وانا عارفك. بقول لك ايه، انا عندي حل. قال لي قول لي. قلت له الحل على الترابيزة. قعد يبص على الترابيزة اللي قاعدين عليها. قلت له انت بتبص على ايه؟ قال لي مش قلت لي الحل على الترابيزة؟ ضحكت وقلت له طب اسمع، انتوا قعدتوا مع بعض واتكلمتوا قبل كده في المشاكل دي؟ قال لي يوه يا ما قعدنا واتكلمنا. قلت له طب احنا هنتفق على خطة وان شاء الله يكون فيها الشفاء وحتى لو بنسبة بسيطة، المهم ان الدنيا تتعدل شوية. اتفقنا على الخطة وكانت البداية انه يتصل بيها ويعزمها على الغدا. اتصل بيها وأول ما ردت عليه قالت له طبعا خناقك كل يوم، النهاردة هنتغدى صينية بطاطس وشوربة وفراخ. قال لها بس احنا النهاردة مش هنتغدى في البيت لأني عازمك على الغدا برا، البسي كده وتشيكي وأنا جايلك. قالت له متشكرة، خيرك سابق. قال لها طب اخلصي كده وبطلي دلع، ساعة وجايلك. قفل السكة وقلت له كده تمام، أول خطوة نجحت، هسيبك بقى يا عم الملاك ولما تخلص كلمني. المهم خلص القعدة واتصل بيا. قلت له طمني، قلقتني يا عم عملت ايه؟ قال لي عملت كل حاجة اتفقنا عليها. فت عليها في الميعاد لقيتها نازلالي بطقم شيك جدا كنت مختاره على ذوقي، وزي ما اتفقنا صفيت نيتي طول ما انا ماشي عمال ادعي ربنا واقول يا رب مش عايز البيت ده يتهد، يا رب اجعلنا خير لبعض وما تفرقنا ابدا. قعدنا واتغدينا وكل واحد فينا عمال يبص للتاني باستغراب ومحدش فينا بيتكلم، لكن كان واضح في عينيها انها مبسوطة. ومخبيش عليك انا كمان كنت فرحان. خلصنا الغدا وشربنا حاجة ساقعة وبدأت اتكلم. قلت لها انتي عارفة اني بحبك، انتي عشرة عمري. وانا ماشي النهاردة قعدت اسأل نفسي هو احنا بنعمل في بعض كده ليه؟ هو احنا ليه بنموت بعض وبنيجي على بعض ونبهدل في نفسية بعض؟ طيب هو احنا عايشين قد ايه؟ طب هو حد فينا ضامن عمره؟ ده اللي فات من عمرنا مش قد اللي جاي، ده الوقت اللي احنا عمالين نعاند بعض فيه وعايشين الند بالند. في ناس تانية عايشين بيبنوا مستقبلهم ومستقبل عيالهم، واحنا مضيعين عمرنا في خناق وقهر ووجع قلب. انا عارف ان في حاجات كتير بتضايقك مني زي ما في حاجات كتير بتضايقني فيكي، بس برضو في حاجات كتير ما بيننا كويسة، وفي ما بيننا عامل مشترك. مش عايزين عيالنا يتعصروا وسطنا ووسط مشاكل هم ملهمش ذنب فيها. احنا لازم كل واحد فينا يتنازل شوية عن شوية حاجات
احنا لازم نبص لنص الكوباية المليان شوية. ما هو لازم يكون في ما بيننا مودة ورحمة زي ما ربنا قال. أقولك أنا هبدأ وهحاول أغير شوية من نفسي وأتقبل عيوبك قبل مميزاتك. وبعدين ده احنا ربنا خلقنا علشان نكمل بعض، مش علشان نبقى زي بعض. اللي ناقصك من مشاعر وتصرفات أنا هكملهولك، واللي ناقصني انت كمان تكملهولي. أنا مش ممكن أسيب الشيطان يشيلنا ويحطنا مطرح ما هو عايز. أنا مش ممكن أسيب المركب تغرق بينا وبعيالنا. أنا هفضل محافظ على البيت ده لحد ما أموت. القصة خلصت، لكن اللي خلاني أحكيها لكم إن صديقي ده فكرني بالموضوع ده من كام يوم. بيقول لي تصدق يا محمد، لولا القعدة دي كان زماني أنا وهي يا إما في مشاكل يا إما كنا منفصلين. بيقول لي تصدق إننا في الوقت ده ياما اتكلمنا، لكن دي كانت أول مرة نتكلم فيها بعقل وهدوء، وهي كمان كانت أول مرة تسمعني من قلبها. تصدقوا يا جماعة إن في أسر بيوتها بتتهد بدون ما يقعدوا مع بعض ولو لمرة واحدة؟ ولو حتى قعدوا، كل واحد منهم بيفكر مين يطلع من القعدة كسبان، وكأنها حرب. لكن الحرب دي محدش بيكسب فيها. الحرب دي الكل فيها خسران، صحة ونفسية وعيال وعمر. يا جماعة اقعدوا مع بعض، حلوا مشاكلكم بهدوء وبشوية تنازلات، وما تدخلوش حد ما بينكم. لأن ببساطة لو الطرف ده مش حكيم ومنصف هيكون سبب كبير في خراب البيت، حتى لو ما كانش يقصد. وبعد ما يقول الكلمتين يروح بيته وينام في حضن عياله ومراته، ويسيبكم انتوا تاكلوا في بعض، وفلانة اللي جوزها بيجيب لها وفلانة اللي بيعامل مراته. مش هو ده اللي هيخليكم مبسوطين. خليكم في حالكم وعلى قد ظروفكم. والله ما في أجمل من لمتكم على السفرة أو خروجة حلوة وسط عيالكم. فحافظوا على بعض، وشيل مراتك في عينيك وانت شيلي جوزك على راسك، واوعوا تناموا وانتم مزعلين بعض، لأن محدش فيكم ضامن هيصحى ولا لأ. ولو حصل ما بينكم مشكلة فالحل على الترابيزة. إلى اللقاء.